وقد تمكنت قواتنا الباسلة المرابطة على حدود الوطن من قتل أحد العناصر الخطيرة من قوات العدو في غزة، وكان ذلك بالتنسيق مع الأشقاء في تل أبيب وبدعم حلفائنا في واشنطن. وعلى صعيد آخر وفي رد حاسم وسريع، وبعد ساعات قليلة من تحويل مجرى النيل الأزرق لسد النهضة، استطاعت قواتنا الجوية الباسلة بالتعاون مع سلاح الضفادع البشرية من الوصول لسد النهضة وتدميره. وردد الجنود البواسل الشعارات الحماسية أثناء تدمير سد النهضة، والتي كان منها: يلي عالدرع حود عالفالح، يلي عالدرع حود عالمالح، يلي عالدرع حود عالمالح، سمكة سمكة واحد سمكة. واستطاعت قواتنا الباسلة من الانسحاب بكامل قواها بعد تفجير السد. وفي أسوان استقبلوا استقبال الأبطال، وكان في استقبالهم إخوانهم من سلاح قوات الشرطة المصرية، وانتهت مراسيم الاستقبال بتأدية السلام الوطني. والجدير بالذكر أن قواتنا الجوية الباسلة قد استخدمت في المعركة ولأول مرة سلاح الوحش المصري، نعم سلاح الوحش المصري المضاد لجميع الموانع البرية والبحرية والجوية، والذي ابتكره أحد المقاتلين القدامى لقواتنا المسلحة الباسلة. أنا أصلا كنت معلم في القوات المسلحة، ودرست في القوات المسلحة ميكانيكا وكهرباء. عبارة عن سيارة بر مائية هوائية دعما لتوليد كهرباء والاستغناء عن الوقود استغناء كامل. انت متأكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركة اللي انتم. وعشان الدولة تثبت لنا وتثبت للإرهابيين اهتمامها بالعلم والبحث العلمي، مسكت يجي 253 أستاذ جامعة إرهابي. والله مسكت 253 أستاذ جامعة وفتحت أبواب التحرير للاختراع الجديد الوحش المصري. وطبعا الاعلام الاخوان الحاقد ما عرضش الفيديو الحقيقي للتجربه الناجحه، وعرض فيديو مفبرك عشان يضحك على الناس ويضلل الناس. اولا انا بغض النظر عن اللي حصل في التحرير، انا بوجه لك شخصيا اسمى ايات الشكر على انك انت كنت نبيل في فكرتك. وبنشكرك كمان يا اسطى لان سلاح الوحش المصري ده كان له دور كبير قوي 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 في تدمير سد النهضه. سد النهضه يا جدعان اللي بعد ثوره 30 يونيو المجيده بقدره قادر كده بقى مصدر خير ورخاء. سد النهضه في اثيوبيا يمكن أن يكون مصدر لرخاء وفوائد مش بس لدولة أثيوبيا إنما للدول المحيطة. سد النهضة خارج مباحثات الرئيس السيسي في أثيوبيا، وده مقبول يعني على فكرة. احنا لا يجب أن نلوم أثيوبيا يا جماعة، الناس دي بتعمل ده لخير بلدها، فمش مفروض إن احنا نعاند ونرفض ناس عايزين يطوروا بلدهم ويعملوا كهرباء لبلدهم. ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش كده يا جماعه نكرر الكلام اللي كنا مصدعين دماغ الناس بيه ايام مرسي. ما ينفعش كده يا جماعه، والله نكرر لكم الكلام بتاعكم تاني ونفكركم بيه عشان ما حدش يقوله يا جماعه. فهينهار، ولما هينهار هتزول الخرطوم.
واحتمال يبقى بيعيد صياغة صعيد مصر، شكل جغرافية مصر. السد العالي بمقتضى هذا السد سوف يفقد قدرته على إنتاج 50% من الكهرباء التي ينتجها. والآن إثيوبيا ماضية في بناء سد النهضة. يعني إثيوبيا بهذا الشكل بتضر بالأمن القومي في مصر. 2 هيأثر على كمية المية اللي بتجيلنا مؤكد، اللي هي احنا بنستخدمها طبعا في الزراعة. تمام. واللي أهم إن هو هيأثر على توربينات السد اللي هي بتولد كهرباء كمان. وهي بتخزن الخمس سنين 16 مليار كل سنة أو أقل أو أزيد، هيأثر علينا بشكل كارثي. وعشان ما نضرش بلدنا بشكل كارثي، السيسي اتذكر راح قعد مع رئيس اثيوبيا، ادى الاخوان على قفاهم وادى رئيس اثيوبيا على قفاه، وفي يوم وليله كده طلع لنا باتفاق ما نعرفش عنه حاجه، بس الاتفاق 100 قعدنا نطبل ونرقص ونزرغط لحد ما سمعنا الخبر الجميل ده. هذا وقد نشرت قناه اثيوبيه مشاهد تظهر تغيير مسار نهر النيل الازرق ليمر من خلال سد النهضه للمره الاولى. وقال وزير الموارد المائيه والري المصري ان تحويل اثيوبيا لمسار النهر صوب سد النهضه اجراء طبيعي. اجراء طبيعي يا عم انت، امال فين وثيقه المبادئ اللي رحنا وقعناها هناك في اثيوبيا وقلنا السد مش يهبني؟ واحنا وثيقه المبادئ اللي رحنا وقعناها، اذا اردت رايي الله يسامح كل من ادار هذا الملف. يعني ايه الكلام ده يا عم السيد؟ خدنا على قفانا ولا ايه؟ ما تفهمونا يا ناس، ما تقول حاجه عامله رموطي. احنا متخزوقين في سد النهضه، متخزوقين في سد النهضه، متخزوقين في سد النهضه. ايه ده بس يا عم القرموط لحد ما السيسي يعلن موقفه النهائي. اي موقف نهائي يا فندم، اي موقف نهائي يا فندم. ده احنا هنروح الحمام هنستأذن من اثيوبيا، هنخش المطبخ نستأذن من اثيوبيا، هنتوضى نستأذن من اثيوبيا، هننزل نرش شويه ميه قدام المحل ولا نعمل اي حاجه نكلم اثيوبيا. بالصلاه على النبي كده ومش عاوز لكلك كتير، المسؤول عن القفا اللي احنا خدناه ده السيسي ولا حد غيره؟ حكومة السودان تبيع مصر في سد النهضة. السيسي لا، السودان هي اللي مسؤولة عن القفا. أنا بناشد البرلمان يستعد من الآن، هنعرف اليومين الجايين الحكاية، إنه أول حاجة ينظرها ما يهمنيش حاجة تانية غير هاتوا الاتفاقية دي ارفضوها. البرلمان هو اللي مسؤول، البرلمان، السيسي لا. النيل لوحده عايز وزاره بدل العك واللي احنا ماشيين فيه ده، في عك معكوك، عكا معكوكا في القضيه. السيسي لا، تقسيم الوزاره هو اللي مسؤول عن القفا. لا حل امامنا في موضوع سد النهضه الا الذهاب الى التحكيم الدولي. التحكيم الدولي اللي هيجيب لنا حقنا جرايه ولد التيت. الكلام ده ما كانش بيتقال يا ابو مرسي، اللي كان بيتقال احنا عاوزين رئيس ذكر يدمر اثيوبيا رحم الله السادات عندما هدد اثيوبيا بالحرب اذا اقامت السد، وكذلك مبارك. قول الكلام ده للرئيس الذكر بتاعك، هو ما يعرفش الجيش الاثيوبي بيقول عليه ولا ايه؟ الجيش الاثيوبي بيقول جاهزون للدفاع عن سد النهضه، ومفيش مفاوضات ولا كلام ولا حوار من مصر او من غير مصر هيثنينا عن استكمالنا لبناء السد. طيب الكلمه بقى لينا احنا التخين هيعمل ايه؟ وبشكر اخي فخامه رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين، واحنا لسه لينا استكمال في المفاوضات اللي احنا بنتكلم فيها ده. مفيش مشكله، مفيش بيننا وبينهم عداء. يعني انا شايف ان احنا بنقول في النقطه دي ايه؟ بنقول اذا تطلب الامر ان نروح، مش بقى مره دلوقتي انا بكررها معاك، مش مره ومره وايه كمان؟ مش عشان يوقف السد، لا السد كده هيتبني غصب عنه، انما هيروح يتفاوض عشان يمدلنا المده بس بتاع المال والخزان اللي بيقولوا عليه ده. اول نعم الجينا اهو مفيش ميه مشيت في مجال اشعار النص. الارض باظت، الله يخرب بيت تعيش، نهار ابوهم اسود. الله يخرب بيت ابوك يا عبد الفتاح يا سيسي وبيت اللي جابك. عايز اقول لكم النهارده انتوا بتطالبوني ان انا اعمل تفاوض على سد النهضه. كويس؟ هعمل التفاوض ده ازاي؟ هتفق معاهم على 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين ولا 9 سنين ولا 12 سنه اللي هي فتره ملء الخزان.
وطبعا ده كلام الرئيس الذكر الرئيس العسكري اللي مش شكل الناس التانيين اللي مؤاخذة يعني مش عاوز اتكلم. لأن هذه المياه تمثل هدفا استراتيجيا قوميا يجب أن تسعى مصر من خلال الممارسات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية بل والعسكرية إلى تحقيق، لأن ده أمن مصر. لا نسمح على الإطلاق بأن يمس أمن مصر المائي، وإنني كرئيس للدولة أؤكد لكم على أن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف. وبعد كلام الناس الوحشين دول يا عم السيسي احب اديلك اغنيه انت والجيش المصري العظيم والمجموعه اللي قتلت الراجل الارهابي بتاع غزه ده اللي اسمه اسحاق حسان. دوم دوم تست دوم 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 تست دوم دوم لا 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 لا. كان يا ما كان شاب اسمه اسحاق حسان، كان من غزة وكان متصاب من العدوان، فكر يجي لنا المستشفى، فكر اهلي وجيران، فكر انه راح يتقابل على اراضينا بالاحضان، لا الرد جايله ممنوع من الدخول، والصهيوني جنبه بيعدي على طول. عدت ايام وشهور والباب قدامه مقفول، وكل يوم مرضه بيزيد ومفيش قدامه حلول. فكر انه يعدي مجرد من الثياب عشان يقول انا اعزل وانه مش ارهاب، لكن على البرج واقف عبيد للذئاب، وصابه زي ما صابنا رصاص الانقلاب. ليش 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 قتلوه ليه؟ عشان ساعة البيه يتقرب من امريكا والصهاينة ترضى عليه. دول خدام اليهود خانوا كل العهود، دول في رابعة العدوية قتلونا واحنا سجود، قتلونا في رابعة ورابعة ومسبيرو والجامعة، وكل الدنيا سامعة لكن عاملة ما يسمعها عشان نظام عميل وعنده 1000 دليل. اسألوا سليمان خاطر لما ضرب اسرائيل. الحكاية مش في شاويش او عسكري غلبان في الجيش، الحكاية في عصابة حاكمة حطوا الشعب في وش الجيش. خلوا سلاح الجيش مكرونة ومصانع بسكوت معتونة، واشجع جندي فيك يا دنيا باب محطة بيتعبونا، والجمسي بقى عبد العاطي والكفته رصاص والمطاطي، واللي وقع في التكييف وجنودنا بيموتوا وماتي، واللي ما قادر يحمي جنوده ازاي يقدر يحمي حدوده، زي الفار قدام اعدائه وعلينا بيفض باروده، واللي وقعت سكنوا الشاليهات وبيبنوا في قاعات وفنادق، واللي يقول بتعملوا ايه على طول يتعلق له مشانق. ضحكوا علينا وقالوا السيسي هيحقق للدنيا امان، بعد ما شرفنا بالذات ومش شايفين غير الاكفان.